في القصة ديال اليوم غادي نبغيكم تركزوا معايا مزيان وتصنتوا ليا مزيان في الاحداث اللي غادي نعاود لكم، حيت هادشي اللي غادي نعاودوه اليوم ما خديتوش من شي سيناريو ديال شي فيلم هندي وماشي شفتو في شي فيلم من هوليوود. القصة وقعت، الطريقة باش تنفذات والطريقة باش السيد اللي دارها اختفى من مورا ما دارها خلاوها كتعتبر من اغرب قضايا ديال السطو مسلح في التاريخ، واللي تسببت في انه لحد الساعه مازال ما تحلاتش ومولاها باقي ما معروفش. من اليوم غادي ندوي لكم على داني كوبر وقصه ديال الاختطاف ديال الطائره 305 تابعه الخطوط نورث ويست اورينت. خليكم معنا. القصة ديالنا اليوم في ميريكان كتبدا في 24 نوفمبر في 1971، نهار قبل من عيد الشكر. ديبي كوبر ولا دان كوبر كيدخل المطار اللي ديك الساعه كان الزحام فيه حيت كلشي كان مسافر، وشرا واحد البيي فواحد الطياره ديال نورث ويست اورينت باش غيمشي من بورتلاند اللي كان فيها ديك الساعه لسياتل. هاد الرحله كدير تقريبا نص ساعه، وشرا داك البيي بشي $20. دونك ما كانش ناوي انه غادي يتعطل في هذيك الطياره، وكان غادي نورمالمون يمشي يشوف العائله ديالو باش يدوز معاهم العيد. هادشي بيان سور ماشي هو اللي كان غادي يطرا، حيت جات السيد في غضون ديال الساعات المقبله على متن الطائره هذه كان غادي يدخل للتاريخ ديال الاجرام. ملي وصلت الوقيته ديال الاركاب ديال الطياره، السيد دخل الطياره عادي، ريح في السيت ديالو اللي كانوا كيقولوا 18 سي، ولكن من بعد ما قدروش يثبتوا بالضبط فين جلس. دونك ريح، كان مرتاح تيضحك هو داك كلشي عادي. خدا ويسكي ديالو مع كوكا، شعل كارو ديك الساعه حيت كانوا كيتكيفوا في الطيارات، وريح شد الستون مع الناس عادي بحال ما غاديش يوقع حتى شي حاجه. الشهود اللي كانوا شافوا داك النهار قالوا باللي كان لابس واحد الكوستيم كحل، كان لابس قميجه بيضاء وضرب كرافات بحال الا غادي شي بزنس تريب، بحال غادي شي افير. حتى دوك المضيفات الطيران اللي كانوا تفاعلوا معاه في الطياره قالوا السيد كان ظريف، تيبان عادي جدا مؤدب، ما بيناش عليه حس المشاكل. وصفوه باللي تقريبا عنده شي 40 عام، تكون عنده شي 190 حتى 195، وفي الوزن ديالو حتى ديك 90 كيلو. دونك تيبان باقي شاب شويه. قلعت الطياره، دازو شي دقائق، كوبر كيشير لواحد المضيفه ديال الطيران باش تجي عنده، كيعطيها واحد الورقه اللي ديك الساعه هي ما خداتهاش بعين الاعتبار، حيت موالفه انه الناس كيعطيوها ورقات بحال هكا، سوا فيهم النمره سوا فيهم تيقولوا لهم عطينا نمرتك ولا شي حاجه. دونك دارتها في جيبها وما تسوقاتش لها، يلا غتمشي بحالها. هو يتحنى عندها وقال لها في ودنها واقيلا غادي تبغي تقراي ديك الورقه حيت عندي قنبوله في هذا الصاك. السيده ملي سمعت هادشي تصدمات، ولكن بان ليها بلي السيد دغيا وجهه تبدل، عرفاتو باللي كيدوي بصح. ملي كتقرا ديك الورقه كتلقى مكتوب فيها نفس الهضره اللي قال لها باللي عنده قنبوله في الصاك ديالو، وباللي بغاها تجلس حداه باش يزيد يدوي معها. المضيفه جلست حداه وبسرعه فهمات باللي السيد ما تيتفلاش حيت جبد ليها الصاك ووراها باللي فيه شي اعواد ديال الديناميت وبزاف ديال السلوكه مربوطين مع واحد الباتري وفيهم واحد المؤقت. قال لها هذيك الساعه باللي بغى $200,000 وباللي بغى 4 ديال لي باراشوت وباللي بغى كاميو يكون كيتسناه في المطار ديال الكيروزين باش يعاود يدير الكيروزين للطياره. هادشي كله بغا قبل من 5 ديال العشيه، وكان واضح مع باللي هادشي الا ما تدارش كلشي غادي يتفرقع في هذيك الطياره. بين قوسين $200,000 اللي تقريبا 200 مليون ما غاتجيكم ماشي بزاف، ولكن في 71 ومع التضخم تقريبا بفلوس ديال دابا هي 1.5 مليار. من المضيفه ملي سمعت هادشي تزاد مع الزايد كما كنقولوا، تخلعت دير بصح. كتفكر باللي هاد خونا تيدوي بصح ويقدر يفرقع كلشي في اي لحظه. المشكله انه ما فهمات والو حيتاش فريمون السيد كيبان مؤدب بزاف، تيدوي زوين لابس مزيان وما بيناش عليه كاع انه يقدر يخرج منه شي حاجه خايبه، لدرجه انه فاش كان خد داك الويسكي ديالو خلصو عطاه $20 خلصو $2 وقال لها تخلي عندها $18 ديال الصرف. دونك بحال الا السيد عادي ما فيش كاع شي مشكل، دونك هي دماغها حبس ما فهمات والو. المهم مورا ما سمعت هاد الاخبار مشات كتجري الخمره ديال القياده وقالت لهم هاد الشيء هذا، وقالت لهم اش كاين السيد عنده قنبوله واشنو باغي. ملي سمعوا هاد الاخبار كيعلموا برج المراقبه في المطار ديال سياتل باش يوجدوا ليه داك الشيء، وحيت داك الشيء غيخصو الوقت. هذيك الرحله اللي كانت نورمالمون خاصها دوز في نص ساعه ما دازش في نص ساعه، حيت الطياره بقات كدور فوق المطار تقريبا شي ساعتين.
الركاب اللي كانوا تماك ما سمعوا والو، ما فهموا حتى هما والو. قال لهم البيلوت باللي كاينين شي مشاكل تقنيه في الطياره وتيتسناو باش غادي يتريباراو عاد غادي ينزلوا. في وسط هادشي كامل كوبر كيقولوا باللي بقى كالم، ما بدلش في الطون ديالو، ما بدا كيغول، ما دار حتى شي حاجه، ما هياش بقى كالم مريح. عاود كوموندا ويسكي اخر، عاود عطى المضيف الطيران $20 وعاود قال لها خلي عندك الصرف ديال $18. في وسط هادشي كامل السلطات لتحت كانوا كيوجدوا لداني كوبر فلوس، وكانوا كيوجدوا ليه فلوس فيدرال ريزيرف فيهم دي نيميرو سيري باش من بعد يتبعوا يتراصيو باش يعرفوا دوك فلوس نهار يتخسروا فين تخسروا وشكون خسرهم. وكان بريسيز عليهم على لي باراشوت، قال لهم باللي ما بغاش مظلات عسكريه ولكن بغا مظلات سيفيل، يعني اللي تيستعملوا الناس العاديين ماشي الميليتير. الطياره نزلت مع 5:30 في مطار ديال سياتل. كوبر قال البيلوت يطاكسي في شي بلاصه اللي تكون مضويه في المدرج، يعني يوقف في وسط المدرج في شي بلاصه اللي تكون واسعه وباينه. زاد قال البيلوت ينزل كاع الريدوات ديال الشراجم باش حتى شي سنايبر ما يقدر يشوفو اللي تيري فيه، وبدا كيتسنى الفلوس ديالو. هي هذيك الماناجر ديك الساعه ديال نورث ويست اورينت هو اللي جاب ليه دوك الفلوس 200,000 كامله، وجاب ليه لي باراشوت ب4 اللي بغا وعطاهم ليه. فهاديك الساعه دي بي كوبر غادي يقول دوك الركاب اللي معاه ينزلوا كاملين، هما وجوج من 4 ديال مضيفات الطيران اللي كانوا معاه، وغادي تبقى وحده. وغادي يزيد يقول الستاف ديال قمرة القيادة باللي غادي يديوه من سيارل لنيو مكسيكو. دابا في التوتال بقاو 4 ديال الناس، هو مضيف الطيران وجوج في قمرة القيادة، وكانوا كاملين غادي لنيو مكسيكو. هي هذيك عاودوا قلعوا، هاد المره ما قلعوش راسهم حيت كانوا معاهم 5 ديال الطائرات حربيه تابعينهم. وكوبر كان حدد مزيان البيلوت باللي ما خصوش يفوت 3000 متر فوق الارض، وباللي خاصو يمشي باقل سرعه ممكنه، ويخلي الحجره ديال اللور اللي في الطياره unpressurized، يعني ما يبدلش ليها الضغط. واحد الوقيته في وسط الرحله اخر واحد غيشوف دي بي كوبر هو المضيفة الطيران اللي بقات، وقالت لك اخر لحظات اللي كانت معاه شافته في البلاصه اللي كان جالس فيها وكان كيربط شي حاجه على الحزام ديالو. فاش كانوا بثلاثه بهم في قمرة القياده كيخرج لهم واحد الانذار باللي هذيك الحجره ديال اللور تبدل فيها الضغط بالزربه. هذا الشيء هذا كان كيشكل خطر كبير على الطياره، دونك كانوا مضطرين انهم يهبطوا. وهادشي اللي داروا تقريبا مع 8 العشيه كينزلوا الطياره في واحد المطار هبوط اضطراري، ولكن كوبر ما كانش واحد من الركاب. فين مشى ما حتى واحد ما عرف. مورا ما نزلت الطياره السلطات الامريكيه تيديروا اكبر عمليه ديال مان هانت في التاريخ ديال امريكا. قلبوا اي بلاصه كان ممكن ينزل فيها، قلبوا جميع الغابات اللي كانوا تحت من ديك البلاصه اللي طاروا فوق منها الطياره سنوات وسنوات، وما تيقلبوا على دوك الفلوس اللي كانوا كما قلت لكم فيهم دي نيميرو سيري ما عمرهم ما بانوا، وما عمر شي اثار ما بان على دي بي كوبر. الصحافه سنوات وهي مغطيه الخبر، سنوات وهما كيتسناو تبان عليه شي حاجه، والو ولا حتى شي حاجه، حتى شي دليل، حتى شي حاجه ما بانت عليه. المشكله انه الناس ديال امريكان عجباتهم القصه وكانوا كيفتخروا بهذا السيد اللي قدر يغلب السيستم، اللي ما لقاوش البوليس اللي شفر منه $200,000 وما لقاو عليه حتى شي اثار. كانوا كيقولوا ليه روبن هود، كانوا يقولوا ليه جيمس بوند حيت كان كيلبس مزيان تيدوي مزيان. المهم خرجوا عليه جميع انواع ديال التسميات. هذيك السميه ديال دي بي كوبر واخا هو كان تشيكا بدان كوبر، ولكن ديك دي بي كوبر لصقات فيه من مورا ما واحد الصحافي دار واحد الغلط في واحد الصحيفه وكتب عليه دي بي كوبر، من تماك لصقات. دابا اي واحد سولتي على هذه القضيه اللي كان كيعرف عليها شي حاجه يقول لك دي بي كوبر، هي ماشي سميتو اصلا الحقيقي. اف بي اي كانوا عندهم شويه ديال الدلائل اللي ما خرجوهم في تقنت، حيت كل مره كيبدلوا هضرتهم. واخا كانوا عارفين مزيان باللي السيد كيعرف لي باراشوت، كيعرف الطيارات مزيان، كان من ديك الجويه ديال سيارل، حيت فاش كانوا كيدوروا فوق الايربورت كان كيعطيهم شويه البلايص هنا تيقول لهم هذيك البلاصه كنعرفها، هذيك انا كنعرفها. كانوا عارفين انه من تماك، وكان شي واحد بروفيسيونيل ديال بصح، ولكن كانوا كيبدلوا هضرتهم مع مرور السنوات وكل مره شنو كيبقاو يقولوا. اقرب حاجه كانت عندهم كدليل ضد هذا السيد هذا هو 9 سنين مورا العمليه، ملي واحد الدري صغير عنده شي 8 سنين لقى تقريبا $5,000 من هاد دوك الفلوس اللي كانوا جابوا ليه داك النهار، حيتاش كانوا فيهم دوك لي نيميرو سيري اللي كانوا علموهم بدوك الفلوس، ولقاهم مدفونين حدا الضفاف ديال نهر كولومبيا. ولكن ما عرفوش كي داروا توصلوا تماك، واش هو دفنهم تماك، واش طاحوا ليه من الطياره، المهم ما عرفوش كي داروا توصلوا، وما لقاو فيهم لا بصمات، ما لقاو حتى شي دليل باش يوصلوا ليه.
دابا ندوي لكم شويه على الناس اللي كانوا كيشتبهوا فيهم واللي هما كيتعتبروا من اقرب الناس اللي ممكن يديروا هاد العمليه هادي، واخا حتى شي واحد فيهم ما تكونفيرم. شي وحدين تيقولوا واحد السيد سميتو تيد مايفيلد. هاد السيد كان استاذ ديال القفز المظلي، وكان عنده سوابق في سطو مسلح، وكانت عنده كاع سابقه انه شفر واحد الطياره واحد النهار عيط الاف بي اي وقال لهم راه نقدر نعطيكم ليستا كامله ديال الناس اللي مشتبه فيهم ويقدروا يكونوا داروا هاد العمليه. ولكن في الاخر اشتبهوا به هو نيت براسو، ولكن ما كان عندهم حتى شي دليل باللي راه هو اللي دارها. كاين اللي كيقول كينيث كريستنسن، هذا السيد هذا كان فوتوكوبي على ديك التصويره اللي شفتو قبيله ديال داك السكيتش، وكان باراتروبر يعني كان كيدير داكشي ديال الباراشوت، وكاع كان خدم في نورث ويست اوريا، كان خدم كمضيف طيران. هذا السيد هذا كان ديما فقير ما عندوش فلوس، حتى 72 يعني عام مورا الحادثه هذه من عند الله ولاو عنده بزاف ديال الفلوس، شرا دار شرا طوموبيل شرا بزاف د الحوايج. وجا واحد ما كان عارف منين جاو دوك فلوس، منين دبر عليهم ولا كيفاش ولاو عنده. النهار مات كان عنده واحد خوه اللي كيكتشف اللي كانت عنده في البنك هذيك الساعه 200,000 دولار، وكان عنده شي سبائك ديال الذهب في البنك نيت، حتى هما ما عمرهم ما عرفوا منين جاو. مع ذلك هذا السيد ما عمره ما تثبت 100% انه كان دي بي كوبر، حيت ما عمر ما كان شي دليل قاطع على انه هو هذا السيد اللي كان دار ديك العمليه. كاين عاوتاني تيقول واحد السيد سميتو ويليام غاسيت اللي تا هو كان كيدير داكشي الباراشوتيزم، وكان تري بروفيسيونيل، كان باراشوتيزم واعر، وكان عنده تدريب في المهارات ديال النجاة وفي الظروف الصعبه وفي الشتاء وفي الريح، يعني في نفس الظروف اللي تلاح فيهم كوبر نهار دار ديك العمليه. هذا السيد هذا حتى هو بحال السيد اللي قبل في 71 حتى ولا بمعجزه لاباس عليه، دار بزاف الفلوس، وتا واحد ما عرفهم منين جاو ولا كيفاش دار تدبر فيهم، وخسرهم كاملين في لاس فيغاس فاش مشى قمر بهم كاملين. ولكن كيما الناس الاخرين ما كاين حتى شي دليل تاع هذا السيد انه هو اللي دار هادشي هذا. المهم بزاف ديال الناس اللي كانوا مشتبه بهم في القضيه هذه، وبزاف ديال الناس داروا لاباس في 71 وكان عندهم تدريبات في باراشوتيزم يعني في القفز المظلي، ولكن حتى شي واحد ما تثبتات عليه 100% انه هو دي بي كوبر. والاف بي اي ما عمرها ما حلات القضيه مورا ما سداتها في الثمانينات. دونك هذا اللوز غادي يبقى غالبا غير محلول، وغادي يبقى واحد من اغرب عمليات السطو المسلح اللي غادي تسمعوا غالبا في حياتكم. هادشي اللي كاين. الا وصلتي حتى لهنايا بغيتك فريمون تنزل لي كومنتس وتقول لي اش بان لك، اشنو وقع للسيد، واش مات فاش تلاح من الطياره، واش قدر يهرب ويدي معاه 200,000 دولار، شكون كان ممكن انه يدير هذا الشيء. عنده شي معلومه ما قلتهاش في الفيديو هذا يقدر يبارطاجيها مع الناس اللي غيتفرجوا في الفيديو في كومونتير. هادشي اللي كاين. عجبكم الفيديو خليو لايك كيف العاده، الا كنتي ما مابونيش دير ابوني باش تبقاو يوصلوك كاع لي فيديو اللي كنحط مره ولا جوج في السيمانه، واللي عنده شي اقتراحات يخليهم لي لتحت حتى نشوفكم في فيديو جاي.